السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا لولي ومعاكم من قناة لولي تشانل، والنهاردة هنعمل مع بعض 4 اكلات من كيلو بانيه. اول حاجة معايا هنا اول ربع. طبعا ده البانيه اللي انا فرمته معاكم في الفيديو اللي فات، طبعا من غير كبة ولا مفرمة ولا اي حاجة، فرمته بطريقة جديدة جدا. دول بالظبط كانوا ربع كيلو. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض كفتة الفراخ. اول حاجة بحط الربع كيلو بانيه، هو طبعا مفروم معايا كويس جدا، وحطيت لكم اهو المكونات على الشاشه. معايا جنزبيل ومعايا ملح ومعايا فلفل اسود و11 بهار وكمان بابريكا، وهحط عليهم معلقه توم مفروم، يعني معلقه كبيره، حوالي مثلا 5 فصوص توم مفرومين. بعدين بقى اقلب كويس جدا وانزل عليهم بالبصل. البصل ده انا بشره في المبشره، بس في جزء فيهم قطعته. ممكن طبعا ان انتي تبشريه او تفرميه في الكبة على طول، يعني يستحسن ان هو ما يبقاش واضح قوي في الكفتة، يعني في خلطة الكفتة. فهحط شوية منه وهسيب شوية التانيين علشان هعمل كمان معاكم بانيه، فمش هستخدم يعني هما تقريبا بصلاية كبيرة بس اللي انا هستخدمها. وهقلب كويس جدا، وبعدين هنزل بقى بالثلاث معالق بقسماط مطحون. طبعا علشان الكفتة ما تكشش معايا لازم اضيف لها شوية بقسماط مطحون علشان ما تبقاش طرية كمان معايا، البقسماط بيمسك الكفتة شوية. وبس كده. لو عندك بقى بقدونس وحابة تضيفي شوية مفيش مشكلة، انا المرة دي ما كانش عندي بصراحة بقدونس. هقلبها بقى كويس جدا، وبعدين احطها في التلاجة مثلا نص ساعة لساعة لحد ما اعمل الوصفة التانية. هجيب بقى الربع التاني من البانيه، حوالي كده 6 قطع، وهجيب بصلاية متوسطة مبشورة برضو واحطها عليه مع البهارات بقى جنزبيل وفلفل اسود وبهارات او خلطة ال11 بهار وملح وكركم وبابريكا. بس كده، دي الحاجات اللي انا بضيفها على البانيه. لو حابين تضيفوا كمان معلقة صغيرة مستردة هتدي طعم حلو. وهقلبهم مع بعض وهشيلهم برضو في التلاجة لحد ما اعمل الوصفة اللي بعد كده. الوصفة اللي بعد كده بقى معايا ايه؟ هعمل دلوقتي تشيكن ستريبس. هعمل من القطع البانيه اللي عندي، هعمل منها ستريبس. ازاي؟ هقطع كل قطعة بالطول، بس دي بقى هعملها بالدقيق. هعمل لها خلطة وهشيلها فيها في الفريزر، وبعدين وقت ما اطلعها استعملها هعملها بالدقيق مش بالبيض والبقسماط زي البانيه. طبعا كل التفريزات دي انا عاملاها لرمضان، وهشيل كل الحاجات دي لرمضان، وهطلع وجبة ان شاء الله اعملها. بقطعها اهو بالطول زي ما انتوا شايفين كده. معايا قطعة البانيه العادية، بقطعها بالطول لحد ما يبقى معايا زي الصوابع كده. تمام. ده بقى الكمية اللي فاضت معايا من الكيلو. انا كده خلاص عملت 3 وصفات، ودي الكمية اللي فاضت معايا من الكيلو. طبعا بيبقى فيها قطع بقى، يعني بيبقى فيها قطع ما ينفعش ولا تتعمل بانيه ولا ينفع تتعمل حاجة تاني، فلازم ايه بقى ان انا اقطعها شاورما. فاقطعها قطع صغيرة كده واخليها طبق عندي في التلاجة شاورما. ممكن بقى اعملها سندوتشات، ممكن اعملها في نجرسكو. يعني الشاورما عندي ليها استخدامات كتير، ممكن احشيها الجلاش او سمبوسك. يعني بقى ان شاء الله في رمضان نبقى نشوف هنعمل بيها ايه. برضو هتبلها معاكم وهشيلها في علبة لرمضان ان شاء الله. كده هم دول ال4 اكلات اللي طلعوا معايا. دي الكفتة، ودي التشيكن ستريبس، وده الشاورما، ودي كده معايا البانيه. هجيب بقى دلوقتي الكفتة وخلي ماما تقعد تعملها لي. عايزة اقول لكم حاجة، ان انا بعد ما ضفت كل الحاجات والبهارات وكل حاجة على الكفتة، على البانيه يعني المفروم، برضو نعمتها شوية. يعني لما كل حاجة بتمتزج مع بعض بتديكي نتيجة احسن. ماما بقى سبتها تعملها لي صوابع، وجيت انا دلوقتي هعمل خلطة التشيكن ستريبس. اول حاجة هجيب نص كوباية لبن او نص كوباية زبادي او لبن رايب، التلاتة ينفعوا، وعليها معلقة صغيرة بابريكا ونص معلقة جنزبيل، وكمان معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة من ال11 بهار، مع الملح والفلفل الاسود. بس انا تقريبا هنا ما صورتلكوش وانا بحط الملح. المهم اقلبهم كويس جدا مع بعض، وهجيب علبة كده وارص فيها بقى كل قطع البانيه اللي انا قطعتها،
قطعوها بقى زي ما انتوا حابين، او لو عايزين تسيبوا قطعة البانيه بحالها مفيش مشكلة. هنزل بقى عليها بالخلطة اللي انا عملتها دي، وكده خلاص دي تكون جهزت معايا. هقفلها بقى واشيلها لحد ما اعملها ان شاء الله. ساعتها بقى هبقى اوريكم هعملها ازاي، بس انا يعني هعملها بالدقيق ان شاء الله. طبعا انتوا هتقولوا بقى كمية اللبن كتير او زيادة مثلا، لا، احنا هنحتاج دي واحنا بنعملها، لان احنا طبعا هنبل قطع البانيه كذا مرة، يعني نحطها في الدقيق ونرجع نبلها في اللبن تاني وهكذا. دلوقتي بقى هتبل معاكم الشاورما. جبت طبق وفضيت فيه الشاورما، وهحط عليه شوية بابريكا، وبعدين شوية كركم، وشوية كاري، وبعدين هحط عليه ملح. لو انتوا مش حاطين ال11 بهار، لان ال11 بهار بيبقى فيها نسبة ملح، وملح وفلفل اسود وبهارات، ومعلقة من هريسة الفلفل. الهريسة دي يا جماعة انا مفرزاها طبعا، بس هي مش حراقة، تمام، يعني مش هريسة حارة. وعليها معلقة كبيرة من المستردة، بتدي طعم حلو قوي للشاورما. وده حوالي كده يعني فلفلاية، نص فلفلاية صفرة ونص فلفلاية حمراء. انا مرضتش احط معاها فلفل اخضر، غير بقى ان شاء الله ساعة التسوية، ولا بصل ولا اي حاجة، لان الحاجات دي يعني تفرزها مش حلو، لكن الفلفل الاحمر هيستحمل معانا. وبس كده، فضيتها بقى في علبة. كده اول حاجة معايا تكون خلصت. وهفضي كمان البانيه، انا طبعا كنت شايلاه في التلاجة. ممكن لو مش حابين العلب او هتاخد منكم مكان في الفريزر، تحطوها في اطباق او تحطوها في اكياس تلاجة. وانا بصراحة يعني بحب اكياس التلاجة احسن حاجة، عشان ما تاخدش مكان معانا في الفريزر خالص. ودي الكفتة بقى خلاص اهو، انا كده خلصتها. جبت بقى كيس تلاجة وقطعته على 4، علشان لما هرص الكفتة طبعا ما تلزقش في بعض. فاحط بقى اول حاجة تحت كده، احط حتة من كيس التلاجة ده، وبعدين هرص عليه. انا الربع كيلو ده طلعلي بالظبط 14 صباع من الكفتة، فانا هحط 7 و7، لان هما ال14 مجوش في علبة واحدة يعني، لكن انا ان شاء الله لما اجي اعملهم هطلع العلبتين مع بعض. مهم جدا ان انتوا تحطوا الاكياس دي بين الطبقات، علشان لو لزقت مش هتعرفوا ابدا ان انتوا تفكوها. انا هنا الاول كنت ناويه ان انا احطهم كلهم يعني في علبه واحده، بس مجوش، فرجعت اهو رصيتهم تاني زي ما قلتلكوا 7 و7. بصوا هي حلوه جدا وماسكه ومش بتفك خالص ازاي، وهي اصلا لسه ما دخلتش الفريزر ولا اي حاجه. وبس كده، بعد ما رصيتهم كلهم اهو في العلب، ما شاء الله دي الكميه اللي طلعت معايا من كيلو بانيه بالظبط. كميه حلوه جدا، وممكن تعمل معاكوا 5 اكلات في رمضان، هتبقى حلوه قوي. دي اهي الكفتة انا قسمتها على علبتين زي ما قلتلكوا، وادي البانيه، وادي التشيكن ستريبس، ودي الشاورما. بجد كمية حلوة جدا، لو انتوا هتقضيكوا لو انتوا 3 افراد او اقل او اكتر، يعني على حسب اكلتكوا ازاي. وبس كده اكون خلصت فيديو النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله اشوفكم في وصفات جديدة.